خوت، انا بغيتكم يا خوتي، بغيتكم توصلوني هاد الرسالة لمحرز. في هاد الفيديو خوتي بغيت يعني ردا على التعليق اللي علق محرز على ياسين بونو، اللي قال لك ياسين بونو ما يستحقش يدي الكرة الذهبية الافريقية، وقال لكم بالحرف انه هو اللي يستحقها. يعني ضرب كل شيء في الزيرو، ضرب كاع الانجازات ديال ياسين بونو، ضرب الانجازات ديال النصيري، ضرب الانجازات ديال اللاعب النيجيري اللي كيلعب مع نابولي، ضرب الانجازات ديال صلاح، خلاه هو راسو بوحدو، قال لك هو اللي يستحقها. حيتاش علاش؟ حيتاش انه دا دوري الابطال مع السيتي، ودا كأس انجليزي، ودا دوري الابطال، يعني الثلاثيه هي اللي كتشفع له انه يدي. نمشيو معاك بعيد اخوتي، نمشيو معاه بعيد. يعني نقولوا انك ديتي الثلاثيه، اعطيني الارقام ديالك، اعطيني الانجازات ديالك الفرديه. شحال من دقائق اللعب اللي لعبتي مع السيتي؟ يعني نجمعوهم كاع في دوري الابطال، كأس الانجليزي، يعني في البطوله، نجمعوا كاع الدقائق. يعني ربما نلقاو شي 45 دقيقه في المجموع. كاين الماتش اللي لعبتي فيه 5 دقائق، كاين الماتش اللي لعبتي فيه 10 دقائق، كاين الماتش اللي لعبتي فيه 3. كاس الانجليزي خلاص كنتي كتلعب مرة مرة، حيت هذاك غير مهم، غير ضروري. فهمت السي محرز؟ يعطيني يعني الاحصائيات ديالك والارقام ديالك. راه اللي يستحقه هو ياسين بونو. ياسين بونو كيشفع له انه اهل المنتخب المغربي لكأس العالم، تكلاص المنتخب المغربي، يعني بحضور المجموعة كاملة، سواء المدرب المنتخب المغربي أو اللاعبين كاملين، حققوا أرقام. ويعني كتكون المجموعة راه يعني المنتخب أو فريق ما كيعتمدش على لاعب واحد، ولكن كمجموعة. يعني كاع اللاعبين مشكورين، كل واحد قام بالدور ديالو. وياسين بونو قدم الدور ديالو، الدور ديالو ممتاز، سواء مع إشبيلية أو مع المنتخب المغربي. يعني بالتصديات ديالو، يعني التصديات ديالو في ضربات الجزاء ضد إسبانيا، أو التصديات ديالو خلال المقابلات كاملة تبعتهم، وسواء المسيرة ديالو كاملة تبعتها، يعني في جميع الفرق اللي لعب معاهم، جميع يعني الأندية اللي لعب فيها ياسين بونوك، سواء خيرونا، سواء مع إشبيلية، أو من البدايات ديالو في الوداد كنت كنتبع السيد. يعني حارس ممتاز. وهذا الموسم هذا اللي فات، يعني قدم يعني مباريات ممتازة جدا. ياسين بونو كيستحق الكرة الذهبية الأفريقية، وكيستحق أحسن حارس في العالم. رغم كانت شي حاجة ما بين، يعني كل شي شاف يعني في الحفل الجوائز، يعني الكرة الذهبية، يعني فضلوا الحارس المنتخب الأرجنتيني على ياسين بونو، رغم أن تكلاسة 13 عالمي. السي محرز 13 عالمي، يعني أحسن لاعب وحارس 13 عالمي. يعني تخيل الحارس الأرجنتيني تكلاسة الرتبة 15 عالمي، ودا أحسن حارس في العالم، وياسين بونو في الرتبة 13 ما خداهاش. وانت فين الرتبة ديالك أو الترتيب ديالك يعني في الفيفا، باش تجي انت تقول لي لا أنا اللي نستحق الكرة الذهبية الإفريقية؟ أعطيني الأرقام ديالك. راه اللي يستحق أن يكون في اللائحة النهائية، أنا بالنسبة لي هو اللاعب النيجيري ولاعب نابولي. يعني حقق دوري الإيطالي مع نابولي، ولاعب ممتاز وهداف، يعني يستحق تا هو يكون في اللائحة النهائية. زائد النصيري هداف وحقق إنجاز كبير مع إشبيلية أو مع المنتخب المغربي. يعني الأرقام ديالو والأهداف ديالو كتشفع لهذا اللاعب النصيري. زيد عليهم ياسين بونو، زيد عليهم صلاح، رغم أن ليفربول ما كانش في المستوى ديالو، إلا أن صلاح قدم موسم رائع، وقدم يعني أهداف يعني اللي تشفع له أنه يكون يعني في اللائحة النهائية. أنا بالنسبة لي كمتتبع الكرة،
يعني كنشوف هاد اللاعبين يستحقوا يتواجدوا في اللائحة النهائية. أما سي محرز، راجع نفسك. ويعني هذا ماشي تعليق يعني من لاعب محترف. أنا كنت كنعشقك يعني وكنحتارمك يعني كلاعب، عندك في رجليك. نتمنى لك مسيرة موفقة. أنا من المتبعين ديالك، ولكن يعني بهذا التعليق اللي علقتي أن على ياسين بونو ما يستحقش الكرة الذهبية، هنا ما متفقش معك أخويا. هنا حتى لهادي ما نكونش معك يعني في الطريق. نتمنى ياسين بونو يحقق هذه الكرة الذهبية الإفريقية إن شاء الله.